السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ احلى حاجة في الجو ده فنجان القهوة، ويا سلام لو كان جنبيه وصفة البسكوت دي، بسكوت القهوة. وصفة جميلة جدا جدا وسهلة، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. الوصفة دي بجد راقية جدا جدا، وان شاء الله تعجبكم. ويلا بينا نشوف مقاديرها ايه. اول حاجة معايا هنا، انا معايا كمية من الزبدة، ومعايا اي نوع نسكافيه انت تحبيه. هدوبه في شوية مية دافية او ممكن شوية لبن اللي تحبيه. هدوبهم كويس جدا واتأكد ان كل حبيبات النسكافيه دابت خالص، اللي هي قهوة سريعة الذوبان. ومعايا كمان نشا، ومعايا كاكاو غير محلى او كاكاو خام، ومعايا سكر بودرة، وطبعا الدقيق، ومعايا كمان هحط بيكنج باودر وبيضة وفانيليا. طبعا الوصفة دي ليها طرق كتير جدا، بس انا جايبه لكم اسهل طريقه ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والمكونات هكتبها لكم في صندوق الوصف، بحيث ان انتوا تاخدوها وتشتغلوا على طول. اول حاجه بعملها، او اول حاجه ضروري جدا تبقى مهمه معانا، الزبده لازم تبقى من التلاجة. ما ينفعش اجيب زبده سايحه واشتغل بيها، البسكوت هيضيع مني خالص وهيبوظ. عشان لما اضرب الزبدة بالشكل ده تعملي القوام والفوم ده، انا بضرب الزبدة كويس جدا 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 لمدة دقيقتين او دقيقتين ونص، بحيث ان الزبدة لونها يبقى فاتح شوية، و تحسي كده ان هي بدأت ان هي ترتفع معاكي شوية. تاني حاجة بحطها بعد الزبدة السكر البودرة. بحط السكر البودرة ومعاه بيضة ورشة فانيليا. مش عايزة تحطي رشة فانيليا، او مش ضروري ان انت تحطي رشة فانيليا، لان احنا حاطين نسكافيه، والنسكافيه بيضيع اي زفارة بيض معاكي في اي وصفة بتعمليها بالنسكافيه. تمام. يبقى هضرب هنا الزبدة والسكر البودرة والبيضة ورشة الفانيليا، بضربهم كويس جدا جدا بالمضرب اليدوي او المضرب الكهربائي. اهم حاجة ان انا لما اضرب المكونات دي مع بعض اتأكد ان لون الزبدة والسكر بقى فاتح. يعني مثلا بضرب برضو دقيقتين او دقيقتين ونص، بصوا هنا اللون اتغير ازاي. طبعا انا قعدت اضرب كتير. اللون بقى فاتح، وتحسي كده ان في فوم، او انه في هش، ان الزبدة بقت هشة شوية. بعد كده بزود النسكافيه اللي احنا دوبناه في ميه دافيه او لبن دافي، براحتك خالص. ده متاح وده متاح، بس اهم حاجه يبقى دافي شويه علشان يدوب لي حبيبات النسكافيه. برجع اضرب تاني بعد ما بزود النسكافيه، بضرب برضو الزبده بالنسكافيه. بضرب كويس جدا برضو، بحيث ان انا اتاكد ان كله اختلط مع بعضه. كده مهمه المضرب خلصت بالنسبه لي. عايزه تكملي بالمضرب المواد الجافه براحتك، عايزه تعملي زي بالسباتيولا، تمام. انا بفضل السباتيولا، لان طبعا المضرب بيبهدل الدنيا بالدقيق. هجيب الدقيق او المكونات الجافه هنحطها على بعض. اول حاجه الدقيق معايا هنا، ان شاء الله برضو انا قلت لكم هحط لكم المكونات كلها في صندوق الوصف. بزود عليه الكاكاو، بس بنخله كويس جدا. هتشوفوا التكتلات، واحنا لازم 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 ننخل الدقيق والكاكاو والنشا، لان بيبقى فيهم تكتلات يعني غير مرغوب فيها خالص. فانا لازم انخلهم كويس جدا علشان اخد البودرة الناعمة بتاعتهم. يبقى انا جبت الدقيق ونخلت عليه الكاكاو ونخلت عليه النشا، وكمان زودت نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، مش اكتر من كده، مش بزود بيكنج باودر خالص. هقلبهم بقى مع بعض كلهم، بحيث ان كل المكونات الجافة تتداخل مع بعضها كويس جدا. رشة الملح اوعى ننساها. تمام. يبقى انا هقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضها، وهنزلها على الخليط اللي احنا عملناه، اللي هو الزبدة والسكر البودرة والبيضة ورشة الفانيليا. بحط المكونات الجافة على دفعتين، مش بحطها كلها على دفعة واحدة. ممكن تكون كتيرة او ممكن تكون قليلة، على حسب ما هبدأ ان انا اخلط المكونات. دي اول دفعة نزلت معايا، هقلبها كويس جدا لحد ما توصل للشكل اللي احنا شفناه ده. بعد كده بنزل الدفعة التانية بنزل الدفعة التانية من المكونات الجافة، وبرضو بقلبها. للأسف في مقطع ما تصورش، وهو ان انا احتجت 4 معالق دقيق كمان فوق المقدار اللي انا كنت شغالة بيه، لغاية ما العجينة اتلمت كده واتأكدت ان هي مش بتشقق، بان انا كورت كورة صغيرة ودوست عليها ما شققتش، يبقى هي كده تمام. المرحلة اللي بعد كده ان انا بدخل العجينة التلاجة لمدة ساعة او ساعة الا ربع على حسب، بس ساعة افضل يعني، عشان تتماسك مع بعضها، واقدر ان انا اشكلها بكل سهولة.
هوريكم طريقة التشكيل، وإن شاء الله تبقى سهلة جدا جدا، الطريقة التقليدية العادية خالص لبسكوت القهوة. بعد ما بكور العجينة باخد طبعا قطعة عجينة صغيرة، ويا ريت تبقى كل الحبيبات زي بعضها أو قد بعضها، وبعملها بشكل اسطواني او بيضاوي كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بجيب اسباتيولا او سكينة او معلقة، اي حاجة حادة يعني، بس مش بقطع العجين انا، بس يا دوب بعمل خط رفيع في نص الشكل البيضاوي اللي احنا عملناه ده، او الشكل الاسطواني اللي احنا عملناه ده. خلاص تمام. يبقى انا بعد ما خلصت كل الكمية اللي عندي هنا، عملت كل شكل البسكوت طبعا بقدر الامكان بحاول ان انا اخليه نفس الحجم ونفس الشكل. وهجيب الاسباتيولا بتاعتي او السكينة او المعلقة، وببدأ ان انا اعمل الخط اللي في النص اللي بيديني بالظبط شكل حبة القهوة. بجد شكله حلو جدا جدا وتحفة في الطعم، رائع رائع، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. بخلص كل الكمية بتاعتي وبدخل الصاج بتاعي على فرن 170 180 بالكتير، ما بياخدش وقت خالص. البسكوت اي نوع بسكوت ما بياخدش وقت في الفرن خالص، على حسب حجم الصاج. صاج صغير من 10 دقايق لربع ساعة، صاج كبير زي بتاعي كده يعني بيقعد تلت ساعة مثلا، لان انا بعمل صاجات كبيرة. ده شكله بعد ما طلع من الفرن، الحمد لله يعني ما شاء الله، بجد تحفة تحفة وما فرشش وجميل، ويدوب بس اخد شكل حبة القهوة الحقيقية فعلا. حلو قوي قوي، وكان طعمه تحفة جدا. في بقى الحاجة الاختيارية، طريقة التقديم. انا هنا بحط نص الحباية البسكوت في شوكولاتة، سواء بيضة او غامقة. مش عايزة تحطي البسكوت في الشوكولاتة براحتك خالص. انا هنا كنت خلصت خلاص كل الكمية، وبجد الطريقة جميلة، وطعمه بقى ده في حتة تانية مع كوباية القهوة الفرنساوي او فنجان القهوة التركي. بجد حلو جدا جدا. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم، ومستنية كومنتاتكم الحلوة ودعواتكم ودعمكم، لايك وشير وسبسكرايب. وان شاء الله هنزل لكم المكونات اللي انا اشتغلت بيها في صندوق الوصف، وتجربوا ان شاء الله الوصفة وتعجبكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.